تيجي دي وتفرش قدام ده بيحصل برضه، بيحصل في العادي ولا ده ما كانش بيحصل؟ لا دي اول مره يضربوا علينا باراشوتات. ضرب علينا باراشوتين اول ما دخلنا، وكان في الدقيقه حوالي 25 كانوا عاملين يقولوا العلقه بره، بيغنوا هم جمهور كل سنه كده، مش جديد. ده العادي بتاعهم. اللي هم يقول لك ايه، العلقه بره العلقه بره. لاعبي النادي المصري وادي احمد فتحي بيرفع وشه، وتوغل من اكثر من لاعب من النادي الاهلي، بتتلعب على طول في العمق، وادي ضربه راسيه، جول 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 جول، وهدف اول، هدف اول لفابيو جونيور. فابيو جونيور يولد في ملعب بورسعيد في اللقطه الاولى والدقيقه 11. بص شوف العرضيه رايحه فين، رايحه على القائم الاول، وارتقاء وتوجيه لا تصد ولا ترد على يمين احمد الشناوي علشان المارد الاحمر. المره دي ادي لمسه اولى من شرويده لعبد الحكيم، لشرويده مره ثانيه، والعرضيه حلوه لزكريا، وزكريا جول 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 جول. اخيرا يدرك التوفيق مؤمن زكريا. مؤمن زكريا في الدقيقه 72 يدرك التوفيق، وياتي بالسعاده والفرحه لجماهير بورسعيد ابتهاجا بالوصول لهدف التعادل في لقطة أولى لأحمد شرويدة. بيعمل عرضية لمؤمن زكريا، المرة دي بيحطها بإيده في الزاوية البعيدة لشريف إكرامي علشان تتعدل النتيجة، ويصبح التعادل الإيجابي 1-1. أخيرا ينجح النادي المصري في الوصول، وادي الترابط الحلو من الاطراف اللي بتعمل خطوره، وعملت الخطوره وعملت هدف التعادل، ولكن بالعقل. عبد الحكيم بيرد على مؤمن، ودي كوره وتوصل لمؤمن، بيعدي ويقدر يجيب جول 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 جول. مؤمن زكريا بيشعل الحماس وينير الطريق للنسر الأخضر علشان يحلق في سماء بورسعيد بعد ما تقدم بالهدف الثاني. مؤمن زكريا يستثمر الحماس والفرحة والانفلات بيعود مرة تانية. مش معقولة هيبوظوا المباراة، رغم ان النادي المصري بيعمل مباراة تاريخية. النادي المصري ولاعيبة النادي المصري النهاردة مباراة ولا اروع، والزيادة العددية واستثمار امثل من لاعبي النادي المصري. وادي كرة انفراد ما فيهاش رياء وصفارة، وعبد الله السيسي بيعدي، والهدف الثالث جول 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 جول. عملها سيسي والقى بالمنديل، والقى بكلمة الختام في لقاء الدراما والحماس والإثارة. لقاء عنوان دائما المصري والأهلي وعبد الله السيسي. المرة دي مفيش راية ولا صفارة، يعدي من شريف إكرامي بنفس سيناريو الهدف الثاني، ويحط الهدف الثالث على راحته خالص. عبد الله السيسي يعدي ويضع الهدف الثالث للنادي المصري علشان يتقدم النادي المصري ويزيد تقدمه على النادي الاهلي، وتصبح النتيجة 3 النادي المصري 1 النادي الاهلي. صافرة انتهاء احداث هذا اللقاء بفوز كبير للنادي المصري على النادي الاهلي 3-1 في النهاية. لا يسعني الا شكر حضراتكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. تحياتي ايمن الكاشف، الى اللقاء.
خدها منك خدها منك. يا ولاد البتاكة خلينا هنا على فكرة ممكن برا يحصل حاجة. ولا الانترس اهلاوي يبقى هنا ويموت. تعالى نصور الملعب. عم كله بيرجع على فكره تلاقي في عيال كتير قوي اصلا بتوع من هنا. ده كده احسن. ناكل يعني. صورني صور والله صور يا عم. ها